عايز اقول كلمه قبل ما نروح لاخبارنا، وهي للمغرب والشعب المغربي الجميل. المغرب يا جماعه بعد تقريبا سنه وشويه هتستضيف كأس الامم الافريقيه 2025. اسدل الستار خلاص على ال 24 فريق اللي هيشاركوا في البطوله دي. مصر الحمد لله كالعاده صعدت الى كأس الامم الافريقيه في المغرب، هي وتونس والجزائر والسودان اللي قلنا لها هنا ألف مليون مبروك، وجزر القمر. طبعا المغرب المستضيفة. عايز أكلمكم شوية على المغرب، هذه البلد الرائعة الجميلة. شعبها شعب مضياف يا جماعة بطريقة مش طبيعية، وبيحبوا مصر قوي 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 قوي، وبيحبوا المصريين وإحنا بنموت فيهم بنحبهم. فعايز أحكي كده للجيل الجديد اللي بيتفرج عليا، المغرب دي إيه؟ أو في الكورة كانت إيه؟ ممكن نرجع كده بالذاكرة شوية كمان شوية، ايوه بالظبط سنة 1969 المغرب وتونس لعبوا مباراتين من اجل انتزاع بطاقة افريقيا الوحيدة في مونديال المكسيك. يعني افريقيا كانت فرقة واحدة بس اللي بتصعد. المباراتين انتهوا 0-0، والاتحاد الدولي قرر اقامة ماتش فاصل في باريس، لان العالم ما كانش لسه يعرف نظام ضربات الجزاء وضربات الترجيح، وكانت مباراة على حد تعبير اشقائنا المغاربة كاسحة علينا، او بالزاف كاسحة علينا بالزاف، يعني صعبة. وانتهت المباراه بالتعادل برضه 2-2. كان الحل الوحيد ان حكم المباراه نفسه يعمل قرعه بعمله معدنيه، فالحظ يختار المغرب عشان تخرج المغرب لاول مره للعالميه وتمثل افريقيا في مونديال مكسيك 1970، والاول مره تكون عباره خرج ولم يعد عباره جميله. فالمغرب خرج للعالميه وقرر ما يرجعش نهائي للمستويات الاقل، وابتدى المشوار على راي العندليب عبد الحليم حافظ اللي المغاربه بيعشقوه، من اول جلاله المغفور له الحسن الثاني لاصغر مواطن مغربي. وكلنا عارفين جلالته كان بيستقبل العندليب استقبال الملوك. المهم ابتدى المشوار، بس من غير يا خوفي من اخر المشوار. مشوار الحلم بدأ في المكسيك 70 مع علال قصو ورفاقه امثال مولاي ادريس، محمد المحروقي او محمد محروقي، محمد الفيلالي، وموهوب الغزاوي، واحمد فراس. وعلى فكره احمد فراس خد احسن لاعب في افريقيا 1976، وحمان جرير. الجيل ده قدر يقدم صوره محترمه للكره المغربيه والعربيه والافريقيه. انهزم من المانيا الغربيه 2-1 ومن بيرو 3-0 وتعادل مع بلغاريا 1-1. والمكسيك تقريبا احبت المغرب زي ما اي انسان لازم يعشقها، فكانت تاني مشاركه في المونديال للمغرب في المكسيك 1986، بطوله مارادونا الشهيره طبعا. كان رفاق بادو الزاكي الحارس الاسطوري، والبياز وابو درباله والتيمومي الاشول اللي ملوش حل، وكريمو الراس حربه الجامد على موعد مع التالق، وبخاصه عندما هزموا البرتغال 3-2. اعتقد خيري كان جاب جونين. الجيل ده سلم الرايه لنور الدين نابت ورفاقه مصطفى حجي والحداوي في امريكا 1994، ويستمر المشوار مع جيل يوسف شيبو وصلاح الدين بصير في فرنسا 1998. لكن الفارس المغربي بيلتقط انفاسه وبيهدى، الهدوء اللي بيسبق العاصفه او يسبق الاعصار. 20 سنه غابت المغرب عن المونديال عشان تعيد ترتيب اوراقها وتعمل جيل يقول للعالم لو سمحت نقطه نظام سما هس، اسود الاطلسي راجعين. فكانت البروفا في روسيا 2018 مع جيل المهدي بن عطيه وخالد بالطيب اللي لعب في الزمالك وايوب الكعبي. ولان العالم تقريبا ما خدش باله قوي، كان لازم الاسود يصيحوا صيحتهم الكبرى، كان لازم العالم يسمع حناجر جماهير المغاربه بتغني بترج استادات قطر في مونديال الدوحه 2022. هلا 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 المغرب سبوعه ورجاله، ويغنوا كمان مغاربه اولويز للابد كي يشجعوا ولاد البلد. انطلق ياسين بونو ورفاقه اشرف حكيمي وسفيان مرابط وحكيم زياش وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال وسفيان رحيمي ولاعيبه كتير، ووليد الركراكي طبعا المدرب القدير. رابع العالم المغرب يا جماعه، رابع العالم. اللي يشوف فرحه مصر يفتكر انه في المغرب. والله طبيعي، ما المغرب في مصر ومصر في قلب المغرب. لا 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 مش كلام انشا وعواطف وخيالات وشعارات، لا لا خالص والله ده واقع. طب انت تعرف ان مدينه الرباط اسمها اسكندريه المغرب، واللي اطلق عليها الاسم ده هو المؤرخ المغربي الكبير عبد الواحد المراكشي؟ طب هل كنت تتخيل ان كوكب الشرق ام كلثوم يكون ليها اسهام تاريخي في الرياضه المغربيه؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. سنه 1936 اتعرض فيلم وداد لام كلثوم، وسنه 1937 اجتمع مؤسسو احد اكبر انديه المغرب وافريقيا لاختيار اسم لناديهم. ما لقوش اجمل
من اسم الوداد على اسم فيلم ثومة او ام كلثوم عشان يتولد للوجود نادي من اعظم انديه افريقيا، الوداد، وداد الامه. ويمكن ده سبب ارتباطه بالفن، الفن في اسلوب لعبه والفن في اسلوب تشجيع جماهيره المشهوره باروع اغانيها وباجمل الدخلات. طبعا مش الوداد لوحده اللي بيشرف المغرب، في الرجاء المغربي والجيش الملكي. طيب تعرف ان باب زويله والبطنيه وحاره المغاربه كلها متسميه على اسم عائلات مغربيه؟ طب تعرف ان مناره اسكندريه القديمه كانت متصممه بنفس تصميم العماره المغربيه الصومعه تحديدا، والصومعه هي المأذنه المغربيه؟ طب تعرف ان زمان في رحله الذهاب الحج كان الحجاج المغاربه في رحلتهم الطويله من المغرب لمكه لازم ينزلوا مش اقل من شهر او شهرين في مصر المحروسه؟ هل تعرف ان كتير من اولياء الله الصالحين عندنا في مصر هم في الاصل مغاربه؟ ابو الحسن الشاذلي عاش ومات في اسكندريه. طب هل تعرف ان سيدي عبد الرحيم القناوي في قنا في صعيد مولانا ده، في الصعيد مولانا ده مغربي الاصل اساسا؟ اظن دي مفاجاه. طب تعرف ان كتير من مشايخ الطرق الصوفيه عندنا مغاربه الاصل؟ طب هل تعرف ان الشيخ حسن العطار شيخ الازهر في القرن ال19 مغربي الاصل؟ المغرب في القلب. مصريين كتير خصوصا في الاجيال الشابه مش بيصدقوا ان فنانه عظيمه زي سميره سعيد مغربيه، الطفله اللي المغرب سلمها امانه للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، اللي المغرب احبته حب عظيم. فكان طبيعي ان مصر ترد الجميل في بنت المغرب، وبنت مصر سميرة سعيد. والمواقف العظيمة المتبادلة بين البلدين على مستوى الحكومات والرؤساء والملوك مواقف خالدة، من أول دعم مصر لعبد الكريم الخطاب في الثلاثينات لغاية دعم المغرب لمصر بعد يناير 2011. لو سبت نفسي مش هخلص كلام. المغرب بطولة أفريقيا القادمة على أرضها، فأنا هستأذنها بكل الحب وبكل ثقتي في كرم المغاربة إننا كمصريين هنعتبر منتخبنا هيلعب على أرضه. منتخب مصر عمره ما هيكون ضيف في المغرب، ولا عمر المغرب هتكون ضيف في مصر. احنا بينا تاريخ طويل من المحبة، أطول من نهر النيل وأثبت من جبال الأطلس، ودايما محبة مصر للمغرب هيرويها النيل العظيم، ومحبة المغرب لمصر هتحرسها أسود الأطلسي. عاشت مصر غالية وعاشت المغرب غالية، ودايما يا بلادنا في كل مجال عالية.